بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب في ساعة، ومعنا كتاب لابن عبد ربه القرطبي الأندلسي، بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس، الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي 368 463 هجري. تحقيق محمد مرسي الخولي، بيضون، دار الكتب العلمية. مقدمة: وكيل معهد المخطوطات العربية القاهرة 81. المخطوط نسخة دار الكتب، دي نسخة حديثة، لأن خط جميل جدا. 1313. خطوط قبلها يعني اللي عايزة مجهود عشان القراية، لكن ده واضح انها خط جميل جدا، نسخ جميل. المجلد الأول كتاب 1500 صفحة، بيروت لبنان، موسوعة أدبية العالم الأندلسي كبير. طبعا اتفقنا العقد الفريد من الموسوعات، والكتاب ده برضو بهجة المجالس من الموسوعات. ضخامة الكتاب ووفرة موارده. ابن عبد البر وترجمته لسه متكلمين عنها. 368 قصة الجمعة. لم يخطب، ولد أبو عمر لأب كان فقيها من فقهاء قرطبة، ولم يقدر ذلك الشيخ أن تطول به الحياة، يرى والده فتى رائعا أو شابا، إذ مات 380 وابنه 12 سنة. نشأ في قرطبة. الفتنة البربرية. حوادث الفتنة: محمد بن شيبة عبد الجبار الأموي الملقب المهدي يتخلص من الدولة العامرية. اجتمع بالبربر مع سليمان لمحاربة قرطبة، ونزلوا بسفح. تجوله في بلاد الأندلس. ابن عبد البر في دانية. بيان عن تلاوة القرآن والاكتفاء في القراءة والإنصاف والتجريد. ألف في القراءات. تولية القضاء. شخصيته وأخلاقه. شيوخه وتلاميذه وكتبه. كتاب إذا تعودنا كده كل كتاب أو كل مؤلف بنتكلم عن مؤلفاته. تمهيد لما في الموطأ من المعاني والاستيعاب طبقات الأصحاب، وجمع بيان العلم وفضله والإنصاف والانتفاء في فضل والإنباء عن قبائل والقصد والأمم، وأخبار أئمة الأمصار. والكافي في الفقه على مذاهب أهل المدينة، لسه متكلمين عنه الكافي دوت. واختلاف أصحاب مالك والاستذكار، طبعا زي أهل الأندلس كلهم مالكية. الأجوبة والاكتفاء والفهرسة، طبعا العقد الفريد أكيد يعني إيه من الكتب اللي إيه اللي لازم تتذكر لابن عبد ربه. ابن عبد ربه، ابن عبد البر. ابن عبد البر غير ابن عبد ربه، ما تلخبطش. قد جمعت في كتابي هذا من الأمثال السائرة والأبيات النادرة والحكم البالغة والحكايات الممتعة. أدب المجالسة: عبد الله بن محمد بن يوسف وأحمد بن عبد الله بن عمر وخلف. حدثنا محمد بن عمر بن بابا حدثنا عن عبد الله قال قاسم مسدد أبو هريرة: من قام مجلسه ثم رجع فهو أحق به، مكان اللي هو قاعد فيه يعني. إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخرى. لا يقومن أحدكم أخاه، لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. كانوا يكرهون أن يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن ليوسع له. على نشوفوا أشعار وأبيات. تودد للناس: أمرني ربي مداراة الناس ونهاني عن ملاحاتهم. رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد للناس. إنما يصفى لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيت، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس.
إذا أحب الله عبدا أحبه الناس. وطبعا الكتاب والفهارس والمراجع زي ما احنا شايفين واتفقنا على الكلام دوت. كتاب طبعا 1500 صفحة في دقايق. شكرا لكم. شكرا.